My journey has had a lot of doubters. If you had asked me if he'd ever come to WWE, I'd have told you no. I never thought Kevin Owens would be signed by WWE. 15 years of skepticism. Well, I am. I'm a believer. I'm a competitor. I'm a fighter. I am Kevin Owens. 7 مايو 1984 كندا، بيتولد طفل اسمه كيفن ستين. كيفن من يوم ولادته ما كانش طفل عادي زي كل الأطفال، لأ، كيفن كان مختلف، كان مبدع ومبتكر من صغره، وأكتر حاجة كان بيحبها وبيلاقي نفسه فيها هي الرياضة. كيفن لعب رياضات كتير جدا، أهمهم الهوكي اللي كان بيحبها، وكان حلمه دايما إنه يكون لاعب محترف في الرياضة دي. في يوم من الأيام كيفن بيروح يقعد جنب أبوه وبيتفرج معاه على التلفزيون عشان عينه تقع على 2 مصارعين بيضربوا في بعض، والجمهور في القاعة بيتفاعل معاهم بجنون. كيفن ما كانش فاهم ليه الناس بتعمل كده للاتنين دول وليه بيشجعوهم، عشانه بعد ما يسأل أبوه بيفهم إن دي المصارعة الحرة، وإن الاتنين دول اسمهم شون مايكلز وديزل، وإن العرض ده اسمه ريثل مانيا. كيفن مش بس أعجب بالرياضة دي، لأ، ده عشقها لدرجة إن أمتع وقت في يومه اتحول من إنه يلعب هوكي لإنه يتفرج على عروض المصارعة ويشوف المصارعين على التلفزيون. عشان كيفن وهو عنده 14 سنة وبعد إلحاح كبير على أبوه رسميا ينضم لمدرسة مصارعة حرة. كيفن بيروح مدرسة مصارعة لأول مرة في حياته، وهناك كيفن اصطدم بالواقع المؤلم للمصارعة اللي زي ما هي حلم لكل واحد بيحبها، لكن ممارستها فيها ألم ومخاطر قادرة تحولها من حلم لكابوس. كيفن من أول يوم تدريب حس بالإحساس ده، ظهره كان بيتألم من كل بامب بياخده، لكنه كان عارف إنه مقدموش أي حاجة يعملها غير إنه يكمل ويحارب على حلمه. ويوم عن يوم كيفن بدأ يتطور في مدرسة المصارعة، تطور خلى المدرب بتاعه يختاره عشان يجي يصارع معاه في اتحاد روجيو اللي كان المدرب بتاعه بيملكه. كيفن راح هناك، ويوم عن يوم كان بيتطور أكتر وأكتر، ومع الوقت بدأت تظهر موهبة كيفن الطاغية، خفيف على الحلبة وقوي على المايك، والأهم من ده إنه ما عندوش مشكلة يضحي بجسمه وبروحه حتى من أجل الرياضة دي. عشان وبعد 4 سنين من الاجتهاد والشغف بالمجال والمشاركة في عروض كتير جدا، كيفن ستين بيسافر لأمريكا عشان ينضم رسميا لاتحاد CZW. كيفن فعلا بيروح CZW وبيعمل الديبيو بتاعه هناك في نزال رباعي ضد سكسي إيدي وإكسس ومصارع مقنع اسمه الجينيريكو، والأربعة مع بعض قدموا عظمة، تناغم رائع بينهم، وخاصة بين كيفن ستين والجينيريكو، الاتنين من نفس البلد وفاهمين بعض جدا على الحلبة. النزال لفت الأنظار لكيفن اللي دخل بعدها في تاج تيم مع الجينيريكو، الشيء اللي ساعد كيفن جدا على انه يكمل تطوير نفسه. عشان وفي يوم 13 مايو كيفن بيروح لمكان اكبر وهو اتحاد PWG ضمن الشراكة اللي كانت بينهم وبين اتحاد CZW، عشان كيفن يبدأ يشارك في الاتحادين. وبعد عناء بيفوز في نزال بيخليه يحقق أول لقب في مسيرته في اتحاد CZW، وبيقدم بيه فترة جميلة شهدت نزالات رائعة مع الجينيريكو وكريس سيبن، هو بتاع WWE دلوقتي. لكن للأسف كيفن مش بيطول باللقب كتير، لكنه في الناحية التانية وفي اتحاد PWG كيفن كان بيقدم عظمة هناك،
عظمة خلته يوصل انه في صيف 2005 بيقدر يفوز على AJ ستايلز ورسميا ينتزع منه اول بطولة عالم ليه. طوال السنين من 2005 حتى بداية 2007 كيفن كمل في الاجتهاد والابداع. كيفن كان ممتع، وحتى مع خسارته لبطولته برضه كمل في الامتاع. مصارع مبهر على الحلبة وبيمتلك مايك سكيلز رائعة. كون تاج تيم مع الجينيريكو وقدر يكسب معاه ألقاب الفرق. أبدع في تقديم شخصيته وأبدع أكتر في كل نزالاته اللي كلها كانت قادرة تصيبه إصابات تخليه يبطل مصارعة وللأبد. لكن مع كل ده كيفن ما فرقش معاه، لأنه هو ده كيفن وهي دي شخصيته. مش مهم نفسه ولا مهم جسمه، المهم هو إنه لازم يحترم شرف الحلبة طول ما هو عليها. استكمل عظماته مع الجينيريكو بنزال رائع من نوع TLC انتهى بخسارته للقب العالم للمرة التانية، عشان مع دخولنا في بداية 2007 كيفن ستين والجينيريكو بيجيلهم عرض رسمي للانضمام لاتحاد ROH. كيفن والجينيريكو راحوا ROH وكونوا تاج تيم تاني سوا، وعملوا أداءات ونزالات عظيمة سوا ضد ناس زي البريسكو براذرز اللي قدموا معاهم 3 نزالات من أعظم ما يكون. بدايتهم كانت في نزال تاج داخل قفص، ثم نزال تثبيتين من أصل 3، والأخير كان من نوع سلالم. وللأسف كيفن ستين والجينيريكو خسروهم كلهم، عشان في عرض ديث بيفور دي سامر وفي نزال مش على الألقاب أخيرا كيفن والجينيريكو بيحققوا أول فوز ليهم على البريسكوس بعد سلسلة هزائم منهم. عشان مع تحقيق الفوز ده الأنظار بتتوجه على بطولة ROH للتاج تيمز. وفعلا كيفن والجينيريكو في نص 2008 بيدخلوا تصفيات على بطولة التاج وبيقدروا يوصلوا للنهائي، لكن للأسف بعد كل التعب ده بيخسروا النهائي ضد جيمي كوب وتايلر بلاك. عشان وبعد فشل الاتنين في الفوز ببطولات التاج كيفن ستين بيوجه التحدي لبطل العالم في الاتحاد وبيحدد النزال في بلده كندا، لكنه للأسف بيخسر من تاني. عشان مع وصولنا لأواخر 2008 كيفن والجينيريكو بيحاولوا تاني ياخدوا فرصة على ألقاب التاج تيمز، وفعلا وأخيرا بيفوزوا بيها. عشان وبعد فترة طويلة جدا بالألقاب امتدت لسنة، وفي ديسمبر 2009 كيفن ستين والجينيريكو بيخسروا ألقابهم لليونج بوكس، عشان وبعد النزال كيفن الطيب يتحول. كيفن بينقلب على صاحب عمره ورسميا بيقلب هيل، والاتنين قدموا عداوة عظيمة لأبعد الحدود، عداوة عاطفية مبنية على التاريخ الطويل بينهم. عداوة اضطرت انه في اخرها كيفن ستين يحط مسيرته في ROH على المحك في نزال من نوع unsanctioned ضد الجينيريكو. عشان وبعد نزال قوي جدا بينهم ويصنف احدى روائع ROH الخالدة كيفن ستين بيخسر ورسميا بيغادر ROH. القانون ده اتحط في الماتش قاضي من السيناريو، لكن ده كان فعلا حقيقي. كيفن ستين عقده كان خلص مع ROH وكان هيمشي فعلا، لكن بعد كلام كتير رئيس ROH بيرجع كيفن من تاني في 2011، وكيفن بيقدم فترة أخيرة ليه في الاتحاد، فترة كان فيها رن أخير ليه ببطولة العالم في ROH، وكان فيها ختمة نهائية لعداوته الأسطورية العظيمة جدا مع الجينيريكو في نزال أسطوري يعتبر من أفضل النزالات في تاريخ المصارعة
من نوع سلالم انتهى بفوز كيفن ستين بعد ملحمة دموية بينهم. عشان مع خسارة كيفن لبطولة العالم ونهاية عقده مع ROH، كيفن بيقرر انه مش هيجدد عقده لان البديل الاقوى موجود. البديل هو WWE. كيفن راح ال WWE وهناك غير اسمه من كيفن ستين لكيفن أوينز عشان يعمل الديبيو الأول ليه في ال WWE في عرض NXT TakeOver Revolution. كيفن بدأ مسيرته فعلا في ال NXT، لكن مش أي NXT، دي أفضل نسخ البراند ده، نسخة البلاك اند جولد الأسطورية. وفعلا كيفن قدر يكسب النزال ويحقق أول فوز ليه داخل ال WWE. وفي نفس العرض صاحب كيفن وعدوه في نفس الوقت الجينيريكو اللي حول اسمه بعد انضمامه لل WWE إلى سامي زين، فاز في لحظة تاريخية ببطولة ال NXT في المين ايفنت عشان كيفن يطلع ويقف مع صاحبه. وأخيرا الصحاب رجعوا من تاني مع بعض. كيفن خان سامي وتحول لهيل مرة تانية، وعداوته التاريخية العظيمة مع سامي بدأت من تاني. قدموا نزال رائع جدا جدا في تيك اوفر، انتهى بفوز كيفن بعد ما سامي ما قدرش يكمل النزال، عشان رسميا كيفن أوينز يتوج بلقب ال NXT لأول مرة، وقدم باللقب فترة جميلة جدا دافع فيها عن لقبه ضد فين بالر وقدر ينتصر ويحتفظ بلقبه عشان سامي زين يرجع له من تاني ويطلب منه نزال إعادة. وفعلا يتحدد النزال بينهم في التيك اوفر انستوبابل، نزال جيد إلى حد ما بينهم. كيفن لعب على إصابات سامي اللي كانت عنده وفعلا استغلها أفضل استغلال، وقدر إن ينهي النزال بدون نتيجة ويحتفظ بلقبه. وخلاص كيفن محدش هيقدر يوقفه. بالر فشل وحتى صديق عمره فشل، فمين ممكن يوقف كيفن أوينز؟ ساموا جو بيعمل الديبيو الخاص بيه لأول مرة في ال WWE، وجه التحدي لبطل ال NXT كيفن أوينز. جو أوينز قدموا عداوة لطيفة جميلة، الاتنين ممتازين على المايك عشان يتحدد النزال بينهم في عرض NXT اسبوعي، لكن للأسف النزال بينهم مكملش بسبب ان الاتنين فضلوا يضربوا بعض لحد ما وصلوا للباك ستيج، مما ادى ان النزال ينتهي بدون فائز، عشان كيفن أوينز بعد ما ينتهي من عداوته مع جو بيلاقي الشخص اللي عمل ضده اول تايتل ديفنس ليه راجع وبيطلب فرصة تانية على اللقب. الشخص ده هو فين بالر. اتحدد بينهم النزال رسميا في طوكيو في اليابان، بيت ومعقل فين بالر اللي ما كانش هيفوت فرصة زي دي. وفعلا كيفن بيخسر بطولته قصاد بالر في النزال ده، لكنه مسكتش وطلب المرة دي نزال تاني ضد بالر، ومن النوع اللي كيفن متعود عليه وقدم فيه ملاحم في الاندز. النزال بينهم هيكون TLC. قدموا نزال عظيم كعادة نزالات النسخة دي من ال NXT. الكيمياء بين بالر وكيفن رائعة، وانتهى النزال بهزيمة كيفن أوينز وفشلوا في استرجاع بطولة ال NXT، عشان في اللحظة دي كيفن أوينز يقرر انه لازم يرتقي بمستواه لفوق. بالطريقة دي تم اعلان تصعيد كيفن أوينز للمين روستر، ومن الباب الكبير كيفن قاطع بطل الولايات جون سينا في فقرة الاوبن تشالنج، لكنه ما كانش داخل
يتحدى، لأ، هو كان داخل يدمر. كيفن دمر سينا وغدر بيه عشان يتحدد النزال الأول بينهم في إليمينيشن التشامبر. وفي التشامبر كيفن كان قريب جدا من الفوز على سينا وانتزاع لقب الولايات، لكن لقلة خبرة أوينز في المين روستر للWWE وخبرة سينا الكبيرة، سينا قدر يفوز وقدر يحتفظ ببطولته. لكن بعد الماتش وكعادة كيفن ما بيستسلمش، كيفن مسك المايك ووجه الكلام لسينا وقال له انه كان قريب جدا يكسبه، فلو هو شايف نفسه افضل منه فهو عايز منه نزال اعادة، والنزال ده في الماني ان ذا بانك. عشان فعلا يتحدد النزال التاني بينهم في الماني ان ذا بانك، وبعد نزال ممتاز بينهم وبعتبره شخصيا الافضل، سينا بيقدر يفوز مرة اخرى على كيفن، عشان بعد النزال كيفن ينفجر. كيفن أوينز دمر جون سينا حرفيا، ورسميا يتحدد بينهم نزال تالت، نزال اخير يقدروا ينهوا من خلاله كل الجراج والغل اللي بينهم، والنزال هيكون في الباتل جراوند 2015. عشان بعد نزال جميل بينهم كيفن للمرة التالتة بيخسر امام سينا، عشان كيفن يقرر يبعد عن سكة لقب الولايات ويدخل في عداوة مع أنطونيو سيزارو، العداوة اللي انتهت بفوز أوينز على سيزارو في السمر سلام، عشان بعدها أوينز يرجع من تاني لطريق الألقاب، والمرة دي عن طريق تحدي بطل القارات رايباك. وفعلا يتحدد النزال بين أوينز ورايباك في النايت اوف تشامبيونز. وبعد نزال جيد كيفن أوينز يقدر يفوز بلقب القارات ويحقق أول ألقابه في المين روستر، لكن رايباك ما سابش كيفن في حاله وتحداه في نزال إعادة في عرض هيل إن سيل، وقدر كيفن يحتفظ ببطولته بعد ما فاز على رايباك، عشان وبعدها كيفن أوينز بيدخل في تصفيات تتويج البطل الجديد للعالم، وبيقدر يوصل لنص النهائي اللي هيقام في عرض سيرفايفر سيريس 2016. كيفن للأسف بيخسر من دين أمبروز وبتضيع عليه فرصة لعب النهائي، عشان وبعد هزيمته مش بيسيب أمبروز في حاله وبيدخل معاه في عداوة لطيفة بدأت في TLC بنزال كويس انتهى بفوز أمبروز وانتزاعه لقب القارات من كيفن. لكن كيفن ما استسلمش ولعب نزال إعادة آخر مع دين، لكن المرة دي من نوع Last Man Standing، نزال جميل بينهم في الرويال رامبل انتهى بهزيمة أوينز بعد ما أمبروز رماه على الترابيزات، لكن أوينز ما استسلمش وقرر يدخل نزال الرامبل في نفس الليلة، وفعلا دخل وقدر يقصي المصارع اللي لسه عامل الديبيو بتاعه ايج ستايلز، عشان وكيفن بيحلم بالفوز بيلاقي كابوسه في وشه من تاني. سامي زين رجع واقصى اوينز من الرامبل، عشان بعد خسارة اوينز للرامبل كيفن بيرجع تاني لسكة لقب القارات، وفعلا بيفوز بيه في نزال خماسي ضد أمبروز وزيجلر وتايلر بريز وستاردست، عشان بعدها يخش في عداوة قصيرة مع دولف زيجلر قدر من خلالها يحتفظ ببطولته، عشان رسميا كيفن أوينز يخش الريسلمانيا الأولى ليه وهو بطل للقارات. خسر كيفن بطولته في المنيا في نزال سلالم لصالح زاك رايدر، عشان بعدها يرجع لعداوة عمره من تاني ضد سامي زين ويتحدد بينهم النزال في الباي باك اللي قدر فيه أوينز انه يدمر سامي ويكسبه، وفي نفس الليلة اتدخل في نزال بطولة القارات وبوظه عشان يرجع يحط نفسه تاني في صورة اللقب، عشان ما يبقاش
اي حل لايقاف كيفن غير انه يلعب نزال رباعي على بطولة القارات. خسر اوينز النزال وخسر فرصته في انه يرجع بطولته، لكنه ما استسلمش وقدر يدخل نفسه في نزال الماني ان ذا بانك بعد ما فاز على ايجي ستايلز. لكنه خسر نزال الماني ان ذا بانك، واللي فاز بالحقيقة كان دين امبروز، عشان هو بعد خسارة اوينز بيرجع من تاني لعداوته مع سامي، وبيتلعب بينهم نزال في الباتل جراوند انتهى بخسارة اوينز، اللي مع الخسارة دي ومع دخولنا رسميا في سنة 2016 وفصل البراندات مرة أخرى، كيفن أوينز رسميا ينتقل في الدرافت لعرض الرو. أوينز راح الرو، وهناك أوينز بدأ سيناريو من أفضل سيناريوهاته، وهو سيناريو التاك تيم مع كريس جيريكو، اللي كان ممتع جدا عشان هو بعد أسبوع بس من انتقاله للرو بيدخل في نزال خماسي على بطولة اليونيفرسال، البطولة الجديدة وقتها، عشان هو بعد مساعدة من تريبل اتش التاريخ بيتحقق لكيفن. كيفن أخيرا كسب بطولة العالم في ال WWE في لحظة روعة، لحظة جت بعد صعوبات وعقبات كتير جدا اتحطت في طريق كيفن للقمة، لكنه عافر عشانها، وأخيرا اللحظة اتحققت. كيفن رسميا بقى بطل عالم في ال WWE. كيفن قدم فترة حلوة باللقب وممتعة جدا، بدأها بأنه يحافظ على بطولته من قصاد سيث رولينز في كلاش اوف تشامبيونز، وبعدها دخل في عداوة مع رومان رينز كانت بداية حدوث التوتر الأول بينه وبين كريس جيريكو، لأن كيفن ما كانش عايز مساعدة من جيريكو، لكنه مسرعان ما اكتشف انه فعلا لازم ياخد مساعدة جيريكو بعد ما خسر من رومان في نزال بدون لقب في عرض الرو، عشان بعدها رومان ياخد فرصة على اللقب ضد كيفن في الرود بلوك، النزال اللي انتهى بخسارة اوينز بالاقصاء بعد ما جيريكو ضرب اوينز عشان يخليه يحتفظ ببطولته، عشان وبعدها اوينز بيساعد جيريكو يفوز ببطولة الولايات من رومان رينز في احد عروض الرو، عشان رسميا يتحدد النزال بين كيفن اوينز ورومان رينز في الرويال رامبل، وجيريكو هيبقى محطوط في قفص فوق الحلبة. وفي النزال اوينز بعد تعب وارهاق كبير قدر يحتفظ ببطولته بعد ما النزال خلص دي كيو بسبب تدخل برون سترومان، عشان كيفن ينهي سنة 2016 وهو بطل. لكن اللي كان مستني كيفن في 2017 كانت حاجة هتدمر مسيرته. كيفن انقلب على كريس جيريكو وتحول هيل مرة تانية، عشان بعدها يلاقي قدامه خصم جديد على بطولة اليونيفرسال، وهو الصهيوني الخمسيني جولدبرج، وفعلا يتحدد النزال بينهم في الفاست لين. وفي النزال كيفن كان هيكسب، لكن بتدخل من كريس جيريكو وتشتيت لكيفن الصهيوني بيستغل الفرصة وبيكسب، عشان وبعد خسارة كيفن بيدخل في عداوة مع كريس جيريكو، عداوة كانت لطيفة ومش وحشة اطلاقا، والاتنين استغلوا التاريخ بينهم كويس، عشان رسميا يتحدد النزال بينهم في الريسل مانيا 33 على بطولة الولايات الخاصة بجيريكو. وفي المانيا اوينز قدر يهزم صاحبه ويفوز ببطولة الولايات لأول مرة في مسيرته، عشان وفي نص 2017 وفي الدرافت كيفن اوينز بيتم نقله رسميا لسماك داون لايف، وهناك كيفن كمل عداوته مع كريس جيريكو وتحدد بينهم نزال في الباي باك انتهى بفوز جيريكو، لكن كيفن ما يعتبرش خسر بطولته، لان بعد يومين بس قدر يرجع بطولته من تاني، وكمان دمر جيريكو وتسبب في غيابه، عشان بعدها يخش في عداوة جميلة وحلوة في الطريق للباكلاش ضد الاستثنائي AJ ستايلز، عداوة فكرتنا شوية بعداوتهم في الاندز، وكيفن انهى النزال بفوزه على ستايلز، ولكن ستايلز ما سابش كيفن ولعبوا نزال تاني في الباتل جراوند انتهى بفوز كيفن واحتفاظه ببطولة الولايات، عشان بعدها يتحدد نزال ثاني لكيفن ضد الاتنين اللي مش بيطقوه، وهم ستايلز
وجيريكو، والتلاتة قدموا ثلاثية مش وحشة انتهت بفوز ستايلز بعد ما ثبت كريس جيريكو، عشان بعدها كيفن يطلب من ستايلز نزال أخير بينهم في السمر سلام، لكن المرة دي بإضافة سبيشيال جيست ريفري وهو شين مكمان. وبعد نزال كويس بينهم كيفن خسر النزال بسبب شين مكمان، عشان كيفن يدخل في عداوة ضد السلطة نفسها الممثلة في شين، وتحدد بينهم فعلا نزال هيل سيل انتهى بفوز كيفن بعد مساعدة من عدو عمره سامي زين اللي تحول لهيل وأعلن تحالفه مع كيفن أوينز. والاتنين قدموا فترة لذيذة في 2018، شاركوا مع بعض في نزال السرفايفر سيريس ضد تيم الرو، في نزال انتهى بارك او من راندي اورتن على كيفن اوينز، عشان من بعد النزال ده كيفن بيخش في فترة مظلمة زي العروض وقتها، فترة مظلمة استمرت لحد سنة 2020. كيفن دخل في عداوة جميلة ورائعة مع الترايبل تشيف رومان رينز، قدموا من خلالها نزال قفص كويس في السماك داون، وبعدها نزال TLC ممتاز ورائع قدر فيه كيفن يطلع افضل ما في رومان على الحلبة، لكنه للأسف خسر عشان بعدها يطلب ريماتش وفعلا يتلعب في الرويال رامبل 2021 من نوع لاست مان ستاندينج، في نزال عظيم ورهيب جدا ابدعوا فيه الاتنين في حكاية القصة بينهم، والنزال انتهى بفوز رومان مرة اخرى، عشان كيفن بعد هزيمته قصاد رومان وفي الطريق لأول ريسلمانيا بحضور الجمهور يقرر يرجع عداوة عمره مع سامي زين. سامي وكيفن قدموا عداوة متوسطة في الطريق للمنيا، وده طبعا راجع لشخصية سامي الطفولية جدا وقتها، عشان في المنيا كيفن بيكسب سامي زين عشان يقفل العداوة بينهم لمرة أخرى والفترة مؤقتة، ومعاها بيقفل سنة 2021 اللي ما كانتش السنة الأفضل لكيفن أوينز. ومع دخولنا للسنة 2022 كيفن أوينز ما كانش ليه مكان في المنيا 38، عشان كيفن وبعد خسارته من رولينز ونهاية أي فرصة ليه إنه يشارك في المنيا بيقرر يستفز نجم غايب بقاله سنين. بالطريقة دي كيفن وجه التحدي لأسطورة الاتيتيود ستون كولد ستيف أوستن، وطلب استضافته في فقرة KO شو في مين ايفنت الليلة الأولى من المنيا 38. وفعلا حصلت الفقرة، عشان وبعد استفزاز أوينز لأوستن والكل جمهور تكساس أوستن يوافق على النزال، ورسميا أوستن ضد أوينز في مين ايفنت المنيا right here right now، عشان وبعد نزال ممتع جدا بينهم أوينز قدر فيه يطلع أفضل ما في أوستن الستيني. كيفن بيخسر النزال بعد ستانر من ستون كولد، لكن لو كيفن خسر النزال فهو عمل حاجة تانية، وهو تصدر الريسلمانيا لأول مرة في حياته، عشان وبعد كده كيفن بيخش في سيناريو نزال الوور جيمز وبينضم لشيمس ودرو ماكنتاير والبرولينج برودز ضد البلود لاين اللي فيها صاحب عمره سامي زين. وطوال الطريق لهناك كيفن كان بيحاول يقنع سامي انه يبعد عن البلود لاين لانهم عمرهم ما هيشوفوه منهم، وكيفن كمل كده لغاية ما وصلنا لسرفايفر سيريس 2022. سامي زين بيتسبب في خسارة كيفن وفريقه لنزال الوور جيمز وبيكسب البلود لاين، عشان وبعد كده كيفن بيطلب نزال ضد رومان رينز، نزال أخير بينهم في الرويال رامبل 2023. وبعد نزال قوي درامي رائع بين الاتنين اللي بجد بيفهموا بعض جدا في الحلبة،
كيفن بيخسر النزال بعد تدخل الأوسوس، عشان البلاد لاين بعد النزال بيربطوا كيفن في الحبل، ورومان رينز بيدي سامي الكرسي. and the rest was history. سامي خان البلاد لاين واتحالف مع كيفن أوينز لمرة تانية، والاتنين دخلوا في عداوة ضد الأوسوس على ألقاب التاج، عشان رسميا يتحدد النزال كيفن أوينز وسامي ضد الأوسوس في المنيا 39، ومش في أي مكان، لأ ده في المين ايفنت للمرة التانية على التوالي لكيفن، اللي بعد نزال عظيم لأبعد الحدود في الأداء وحكاية القصة بين الفرقتين، وآخر نزال تاج تيم محترم كقصة وأداء. سامي وكيفن أخيرا بياخدوا لحظتهم سوا، الصحاب اللي طلعوا من حواري كندا وبدأوا من تحت الصفر بياخدوا لحظة أسطورية في أكبر وأعظم عرض مصارعة في العالم. وبعد فترة كويسة ليهم مع الألقاب، كيفن وسامي بيخسروا الألقاب للجادجمنت داي، عشان وبعدها كيفن ينافس في تصفيات لتحديد بطل العالم الجديد في النايت اوف تشامبيونز، لكنه برضه بيخسر عشان يختتم سنة 2023 ويبدأ معاها سنة 2024. وفي الطريق للنسخة 40 من المنيا، كيفن والعائد راندي أورتن بيدخلوا في عداوة ضد لوجان بول على بطولة الولايات، وبيلعبوا فعلا نزال ثلاثي في المنيا 40. نزال خسروا كيفن، عشان من بعد المنيا كيفن وراندي بيدخلوا في عداوة ضد البلاد لاين O2، عداوة أسفرت عن نزال ممتع في الباكلاش في فرنسا، ومن ثم نزال تاج ثلاثي في الماني ان ذا بانك بإضافة كودي رودز ليهم. نزال كويس شفنا فيه اللقطة الأيقونية دي، عشان وبعد خسارتهم كيفن بيستمر في مساعدة كودي، وكودي اداله فرصة على اللقب في باشا برلين. وبعد نزال ممتع كودي قدر يكسب كيفن، عشان وبعد عرض باد بلود وبعد ما كودي ساعد رومان وصال جيكوب وسولو، كيفن أوينز الطيب اللي بيحب الناس يقرر يطلع النسخة الشيطانية منه. كيفن بينقلب على كودي رودز بعد العرض وبيدخل معاه في عداوة رائعة بين الاتنين، كيفن واز رايت على فكرة، ده بعيدا عن اي حاجة، عداوة رائعة في كل حاجة بينهم. كيفن ادى لكودي افضل عداوة ليه في فترته باللقب، عشان يتحدد نزالهم الاول في العرض العائد ساتردي نايت مين ايفنت، النزال اللي انتهى بفوز كودي، عشان بعدها كيفن يطلب نزال اعادة في الرويال رامبل. لكن المرة دي النزال مش هيكون عادي، لأ ده هيكون من نوع كيفن المفضل، النزال هيكون TLC. وفي الطريق للرامبل كيفن حاول يقنع سامي زين انه يساعده هو ويخليه يكسب، وكمل البناء لنزاله مع كودي في الرامبل، عشان مع وصولنا للرامبل كيفن وكودي بيقدموا تحفة فنية، بيقدموا حاجة من أعظم ما شاهدت عيني في الاتحاد ده، نزال عظيم بسبوتات مجنونة جدا، عشان مع وصولنا للأمتار الأخيرة سامي بيظهر لكنه بيتردد ومش بيساعد كيفن، لأ وكمان بيتسبب في خسارته، عشان من بعد اللحظة دي كيفن أوينز بيقرر يكتب الكلمة الأخيرة في عداوته مع سامي زين. كيفن دمر سامي ونفذ عليه الحركة الممنوعة كمان البايل درايفر، عشان رسميا يتحدد بينهم النزال في إليمينيشن تشامبر في تورونتو في كندا بلد الاتنين. وفي التشامبر الاتنين قدموا ملحمة أخرى من ملاحم كيفن في السنة دي، نزال أسطوري عظيم عنيف دموي، التعريف الحقيقي لكلمة unsanctioned. وانتهى النزال بتدمير كيفن لسامي وإنهائه للعداوة وكتابته
للفصل الأخير فيها، عشان وكيفن بيحتفل بنسمع الموسيقى دي. راندي بيرجع عشان يهاجم أوينز في شيء كان المفروض تمهيد لنزالهم في المنيا 41. عشان في عرض سماك داون كيفن بيطلع الحلبة وبيعلن إن جسمه مبقاش قادر بعد نزالين كودي وسامي، وإن جسمه وقف عن إرادته، وإنه هيغيب لفترة طويلة جدا. كيفن هنا فاهم فعلا المعنى الحقيقي للمصارعة، وإن هي رياضة زي ما هتديك شهرة وفلوس، فبرضه لو ضحيت زي كيفن هي هتاخد منك صحتك. عشان من اللحظة دي كيفن أوينز يغيب غياب استمر لغاية يومنا الحالي.